في البداية ايه هو الكونكتيف تيشو؟ لو جينا اخدنا جزء من اي اورجن في جسمنا فهنلاقيه بيتكون من خلايا، سواء الخلايا دي مناعية او خلايا عادية، وهنلاقيه بيتكون من الفايبر، وهنلاقيه بيتكون من الأرضية دي بتكون ماسكة كل شيء في مكانه، يعني ماسكة الخلايا في مكانها عشان تبقى ثابتة، وهنلاقيه بيتكون من البلاد فيسلز. يبقى نقدر نقول أي كونكتيف تيشو بيكون متكون من سيل وفايبر والجراوند سبستانس. والجراوند سبستانس والفايبر بنقول عليهم ان هما الجزء اللي بيكون اكسترا سيلولار ماتريكس، يعني خارج الخلية، اللي بيساعدوا على الحفاظ على وجود الخلية في مكانها عشان تكون ثابتة. وبعد ما عرفنا ايه هي مكونات الكونكتيف تيشو، ايه هي وظيفة الكونكتيف تيشو؟ واول وظيفة معانا بايند ستراكشر، انها تستطيع انها تمسك الاجزاء ببعضها. وتاني وظيفة معانا سبورت اند بروتكشن، فاكيد لما شفنا الفايبر والجراوند سبستانس دول كانوا بيدوا الدعم للخلايا. وتالت وظيفة معانا سيرف از ا فريمورك اوف اورجانز، يعني الاورجانز بنشوفه كتلة واحدة متماسكة ببعضه. ورابع وظيفة معانا فورم كبسول اوف اورجان، يعني بيستطيع ان هو يتغلف الاورجان. وخامس وظيفة معانا سينسيز اند ستورج اوف فات، من خلال الكونكتيف تيشو في خلايا بتستطيع انها تخزن وتصنع الفات. ورابع وظيفة معانا ريبير ووند، اي جرح في جسمك بيحاول يصلح من خلال الكونكتيف تيشو، من خلال الفايبر اللي موجودة والجراوند سبستانس اللي بتعوض الاجزاء التالفة. كونكتيف تيشو سيل فهي بتتكون من نوعين من الخلايا، واول نوع فيها هو الفيكسد سيل، ومن اسمها فهي الخلايا موجودة في كونكتيف تيشو معين، يعني في اورجان معين ما بتتحركش منه. اما الخلايا التانية فهي الفري سيل، فهي الخلايا اللي موجودة في الدم وبتروح للكونكتيف تيشو او الاورجان على حسب الضرر والافكت اللي كان فيه في ستيمولاي بيديها عشان تقدر ان هي تاجي. لو تخيلنا مثلا ان المونوسايت بينتقل من الدم عشان يروح للاورجان عشان يتحول للماكروفاج ويقوم بالوظيفة بتاعته. واول مثال معانا هو الفيكسد سيل بسميه ريزيدنت. ولو تخيلنا ان في كونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو ده مثلا كان على سبيل المثال في الكدني، فهي الخلايا هتبقى موجودة في الكدني، او خلايا موجودة في الليفر فهي هتفضل موجودة في الليفر، او خلايا موجودة في البون مارو فهي هتفضل موجودة في البون مارو. والقصد هنا ان الخلايا ما بتنتقلش من مكان للمكان زي الفري سيل. والفيكسد سيل بتضم الخلايا اللي هنقول عليها حاليا. واول خليه معانا اندفرنشيت ميزنكايمال سيل، ودي الاختصار بتاعتها. وتاني خليه معانا اديبوسايت، ودي شكل الخليه. وتالت نوع معانا هو الماكروفاج. والرابعه هي الماست سيل. اما الخليه الخامسه فهي الفايبروبلاست والفايبروسايت. وهنبدا باول نوع فيها ألا وهي اندفرنشيت ميزنكايمال سيل، ودي بنقدر نقول عليها ان هي الخلية الام، ان هي بتستطيع ان هي تتمايز لكثير من الخلايا اللي ممكن تكون موجودة في البون او الكارتلج او السكن او التراكية او الكورنيا او الليفر او الميوكارديوم او النيرف او المصل او الاديبوز. دي بتروح تغير من شكلها وتروح تغير من وضع الخلية عشان تبقى خلية موجودة في مكان معين. وتاني نوع معانا من الخلايا هو الفايبروبلاست، ودي بنقول عليها الاكتيف سيل. ومن شوية كنا بنقول ان الاكسترا سيلولار ماتريكس كان بيتكون من الفايبر والجراوند سبستانس، يعني الفايبروبلاست ده مهم جدا عشان يستطيع ان هو يكون الفايبر، فاكيد ان هو ذا موست كومن كولكتيف تيشو سيل اكيد لازم يكون موجود عشان هو اللي هيكون الفايبر. وتاني شيء معانا هو بيروديوس ومنتين اكسترا سيلولار ماتريكس اوف كونكتيف تيشو، لان هو بينتج الفايبر والجراوند سبستانس، فاكيد ان هو كده هيحافظ وهينتج كمان الكسترا سيلولار ماتريكس عشان يقدر يحافظ على الكونكتيف تيشو. وبما انها خليه اكتيف سيل فخليه بتحتاج الى تصنيع البروتين كتير، فالكرايتيريا بتاعت البروتين سكريتنج سيل بتكون نيوكلاس مع بروميننت نيوكليولس. يعني ايه؟ يعني بتكون النيوكليولس فيزيجرال نيوكليوس. يعني ايه؟ يعني بتحتاج ان هي بتترجم كتير دي ان ايه عشان يتم تصنيعه من خلال الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وبعدين يتم ان هو تعديله من خلال الجلوجي اباريتس. فاكيد اي خليه من بتصنع بروتين لازم يكون فيها هذه الصفات. اما وظيفه الفايبروبلاست فهي برودكشن اوف فايبر
والجراوند سبستانس زي ما اتفقنا ان هي بتكون الاكسترا سيلولار ماتريكس، وبما ان هي بتنتج الفايبر وجراوند سبستانس فاكيد هتقدر تعمل ريبير اوف للوند او الدامج تيشو. اي دامج تيشو او وند او جرح فهي اكيد هتعوضه من خلال الفايبر والجراوند سبستانس. وهنا هنعمل مقارنة ما بين الفايبروسايت وهي inactive cell والفايبروبلاست وهي الاكتيف سيل. فالفايبروسايت بتكون سمولر، اما الفايبروبلاست فهي بتكون لارجر. والفايبروسايت بيكون فيها فيو بروسيس زي ما انتم شايفين، ففيها كمية قليلة من البروسيس بالنسبة للفايبروبلاست فهي فيها كمية كبيرة من البروسيس. اما الثالثة فهي بيكون فيها كمية قليلة من الرف اندوبلازميك ريتيكولم زي ما انتم شايفين ان هي inactive، ما بتحتاج لتصنيع البروتين بكمية كبيرة، على عكس الفايبروبلاست فهي فيها كمية كبيرة من الرف اندوبلازميك ريتيكولم ان هي بتحتاج لتصنيع كمية كبيرة من البروتين. اما الفايبروسايت فهي بيكون فيها دارك نيوكلاس لان هي ما بتحتاج ان هي تصنع بروتين، فاكيد مش هيكون فيها ترجمة للدي ان ايه كتير. اما الفايبروبلاست فهي بتكون فيزيكولار نيوكلاس لان هي بتحتاج نترجم كمية كبيرة من الدي ان ايه عشان يحصل ليها تكوين للبروتين من خلال الرف اندوبلازميك ريتيكولم. ورابع نوع معانا من الخلايا هو الماكروفاج. والماكروفاج دي بتتكون من المونوسايت، والمونوسايت دي بتكون موجودة في الدم. لما بيحدث أي ضرر في مكان معين فهي بتنتقل للمكان المعين ده عشان تتحول للماكروفاج. ولما نيجي نوصف الماكروفاج فإن هي بنقول عليها النيوكلاس، بنقول عليها كدني شيب. أما لو جينا بصينا عليها كده فاحنا لو قلنا الاوتر سيرفيس بتاعتها بيقول الريجولار اوتر سيرفيس، وبيكون فيها سودوبوديا يعني اقدام كاذبه عشان تقدر ان هي تحيط بالميكروب اللي جاي لها، وبيكون فيها لارج نمبر من الليسوسوم عشان تقدر تحلل اي جسم غريب يدخل لها، وكمان بيكون فيها رف اندوبلازميك ريتيكولم، وبيكون فيها جيلوجي اباريتس عشان تقدر تصنع بروتين. هي برضو تعتبر من الخلايا النشطه اللي بتصنع البروتين. والوظيفة بتاعت الماكروفاج هي الفاجوسيتوزس، وهي ممكن تعمل فاجوسيتوزس للتيشو دبري يعني الحطام الخلايا المتهالكة، فهي بتعمل عملية فاجوسيتوزس ليها. أو فورم بودي يعني جسم غريب، سواء الجسم ده فيروس أو بكتيريا، فهي بتحاول تعمل عملية فاجوسيتوزس. فاجوسيتوزس كنت عامل عليها فيديو هتشوفوه في قائمة التشغيل. وخامس نوع معانا من الخلايا وهو الاديبوسايت، وهو بنقول عليه الفات سيل، وده بيكون موجود في كثير من الكونكتيف تيشو، وكمان بيكون موجود في الاديبوس كونكتيف تيشو يعني موجود في النسيج الدهني. طب ايه الوظيفة بتاعته؟ هو بيقوم بتخزين الفات. الاديبوسايت فيها نوعين من الخلايا، اما يونيليكولار وهي دي بنقول عليها وايت، او مالتيليكولار بنقول عليها براون. واليونيليكولار زي ما انتم شايفين ان البني ده هو الفات اللي ضغط على النواة، فبنقول عليها اكسنتريك نيوكلاس، وده عبارة عن الميتوكوندريا اللي موجود في الخلية. اما لو قلنا المالتيليكولار فهي زي ما انتم شايفين عبارة عن دروبلت كتيرة كده من الفات، وفيها كمية كبيرة من الميتوكوندريا وراوندد نيوكلاس، على عكس طبعا اليونيليكولار. فلو جينا عملنا الاختلاف ما بينهم فهنقول ان هي فيها سنجل لارج فات دروبلت، يعني زي ما انتم شايفين فات دروبلت واحدة وكبيرة وضخمة، على عكس الثانية فهي فيها ميني سمول فات دروبلت، فيها فات زي ما قلنا كمية كبيرة من الفات، فيها نمبر اوف ميتوكوندريا طبعا هيبقى قليل لان ادي عدد الميتوكوندريا بيبقى فيها قليل، على عكس الثانية عدد الميتوكوندريا بيبقى فيها كتير. وظيفة كل من اليونيليكولار فهي بتشارك في تخزين الطاقة، أما وظيفة المالتيليكولار فهي بتشارك في تخليق الحرارة، إن هي بتصنع وبتعمل الحرارة. أما لو كنا عاوزين نصبغ اليونيليكولار فهي بنصبغها بصبغة السودن 3 أو بلاك أو ألوزميك أسيد. وسادس نوع معانا من الخلايا هي الماست سيل، والماست سيل دي بتنشأ من الستيم سيل الموجودة في البون مارو، الخلايا الجذعية، فهي بتنشأ منها الماست سيل، وبتستطيع عند الصبغ بصبغة تلودين بلو عشان تتحول للون الريد او الباربل كلر. والفانكشن بتاعتها هي سكريشن اوف هيبرين اند هيستامين، والهيبرين والهيستامين دول يعتبر ميدياتور اوف انفلاميشن، يعني هم اللي بيعملوا الانفلاميشن. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وباقي الكونكتيف تيشو هشرحه في الفيديو القادم. اكتبوا في الكومنتات لو عجبكم الفيديو،
أو لا، أو حابين إن أضيف جزئية معينة، أسأل الله أن أكون وفقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.